في قاعة قمة الدوحة الكل افتكرها اجتماع عادي، لكن الحقيقة إنها كانت مسرح مخابرات كبير بيتوزع فيه النفوذ وتترسم تحالفات جديدة. غيابات حكام، حضور متأخر، إشارات، كلها قالت إن الخليج نفسه مش على قلب رجل واحد. الكويت والبحرين وعمان بعيد ومحمد بن زايد غايب، واللي حضر من العيار التقيل كان محمد بن سلمان فقط. في وسط التوتر ده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قلب الطاولة. لأول مرة من 1979 رئيس مصري يقول على إسرائيل عدو، ووجه خطابه مش للحكومات بس لكن كمان للشعب الإسرائيلي. حذرهم من إن استمرار السياسات الحالية بيهدد السلام واتفاقات كامب ديفيد وأبراهام نفسها. الكلمة دي عملت زلزال في تل أبيب. الإعلام الإسرائيلي عاش 12 ساعة من الجدل والمظاهرات نزلت لشوارعهم. القمة ما طلعتش بقرارات كبيرة، لكن حضور مصر وحده كسر أي محاولة لعزلها. بقت القاهرة الرقم الصعب، العاصمة اللي مستحيل حد يتجاوزها. الإعلام القطري نفسه اضطر يعترف بالدور المصري ويشيد بيه. في المقابل إسرائيل واجهت عزلة سياسية واقتصادية خانقة. نتنياهو بنفسه اعترف إن دولته رايحة لنموذج سبارتا، دولة عسكرية محاصرة ومعتمدة على نفسها بعد ما صفقات بمليار دولار راحت من تل أبيب لمصر. إسبانيا انضمت للمشهد، اعترفت بفلسطين، حصرت إسرائيل دبلوماسيا وحولت صفقاتها العسكرية للقاهرة. ومصر استغلت ده براعة ونسجت خيوط مع تركيا، قطر، إيران وباكستان لتجمع المختلفين في جبهة واحدة ضد الاحتلال. الرسالة واضحة: قطر فقدت وهم الزعامة، الخليج بيتفتت ويعيد تشكيل نفسه، إسرائيل بتتخنق، وأمريكا مرتبكة بتدور على مخرج. لكن الحقيقة اللي الكل بقى شايفها إن مصر لسه الرقم الصعب. الشرق الأوسط دلوقتي واقف على حافة لحظة فاصلة، يا ولاد التحالف جديد، يا عاصفة كبرى تكسر كل الخطوط الحمراء.